أخبار فلسطيني، فيديو جديد وأخبار جديدة. آلاف الرسائل اللي وصلتنا، آلاف. تخيلوا ولا مغربي واحد. اسمعوا كله مغاربة، لا اللي في التيك توك، لا في الانستغرام، لا في اليوتيوب. وديما معاه عنده الحساب في تويتر، في تيك توك، في اليوتيوب، في الانستغرام. فيهم النفس وفيهم غير على بلاد. ها اللي باغي يطلع على الطوندو تمشي غلط. ساعة لقيت الاحتلال ورايا حتى هنا. هذا ميساج ليك. مساء النور، مساء الخير اخواني الكرام، احبابي، اصدقائي الاوفياء، المتابعين الاعزاء، شكرا لكم والتحيه والف تحيه، وكنشكركم على تعليقاتكم وعلى اللايك ديالكم وعلى المتابعه، وكنشكركم الشكر جزيلا ليس على الجميع. الله يفك حيصار اخواننا الكرام الفلسطينيين، كنقول لكم تحياتي والف تحيه. بلا تفاصيل ندخل في الموضوع ديريكت. اخبار فلسطيني، فيديو جديد واخبار جديده. آلاف الرسائل اللي وصلتنا، آلاف الرسائل. بأكد على كلمة الميساج اللي بغيت نوصل لبعض المغاربه، هذوك الاخواننا اللي كيدعموه وديما معاه عنده الحساب وكيصيفطوا له في التعليقات وكيشكروه وكيدعموه وكيزعموه. الحاجه الوحيده اللي بغيت نفهم وبغيتكم تشرحوا لي وصيفطوا لي في التعليق، جزاكم الله خيرا، قولوا لي هاد فلسطيني اللي كيهضر في الفيديوهات ديالو شنو كيقصد بكلامه، شنو هاد الناس اللي كيعاير. آلاف. كله مغاربة، لا اللي في التيك توك، لا في الانستغرام، لا في اليوتيوب. شعب كامل انتصرنا على فلسطين. اكبر من المغاربة جهلة، ما قلت لك سيماهم في وجوههم. تخيلوا ولا مغربي واحد يتقي الله. في تويتر، في تيك توك، في اليوتيوب، في الانستغرام. اللي مدفوع اجره، اللي بيساند جهة معينة، اللي باغي يطلع على الطوندوز. شعب كامل انتصر على فلسطيني وباش يحميها من الاحتلال في غزة. الساعة لقيت الاحتلال ورايا حتى هنا. قولوا لي واش نتوما اللي ما فاهمينش هاد فلسطين اش كيقول؟ هل هاد ترقص للاحتلال، هل اللي بتشطح للاحتلال، اصحاب تيك توك، انستغرام واليوتيوب. يشوف اللي كيطبلوا له، كيعرفوا انه كيطبل، كيعجبوا الحال، ولكن عارفوا انه هذا طبال المنافق. واش انا قاعد بضرب ابوك اخوي المغرب؟ او احنا اللي ما فاهمينش هاد فلسطين اش كيقول. السلام على من اتبع الهدى ومن يتقي الله. كتصرف عليا صيام عن الاكل. غير انا كنعرف كيف نجاوب. يا سيد حميدي طيق وقض راسك مع الحيط، وبنتي اللي في رجلها اشرف منك. لكن عن السمع، عن الهدر الخايب، يمكن انا اصلا كل راجل عليك في بلادك. هذا هو الصيام اللي احنا بنعرفه في ديننا الاسلام. هذول الناس نقدر نحاسبهم ونقدر نوصلهم للحبس. غادي نتوجه للقانون والقضاء المغربي. قانون والقضاء المغربي. هذا السؤال لكل المغاربة. ميساج ليك اسمعوا اش كيقول اصحاب القنوات ديال السوشيال ميديا. السوشيال ميديا اللي طلعوا عملوا هذا الفيلم كامل لا استفادة من الكيان، ونوع ركب الموجة ليدخل البال لسانه اش كيقول. يعني كل شيء اصحاب القنوات اللي في السوشيال ميديا ما قالش بالسميات، واش عندنا الارقام ولا عيد علينا بالسميات، اولا دار لنا في شي لائحه بسمياتنا باش نفهموا مزيان. خصنا نفهموا باش نعرفوا شنو كنقولوا، وبغيتكم تشرحوا لي وصيفطوا لي في التعليق، جزاكم الله خيرا. في الفيديو الجديد اش قال؟ انا ما عرفتش كثير تنسجم بعير، والله ما كاينه شي حاجه غير زعزعه اعلام. وبغى يعتذر ولكن ما عرفش باش من طريقه باش بغى يعتذر، ما عرفش كيفاش يدير، لانه خاصو الاداب، لانه خاصو بزاف ديال الحوايج باش يتادب ويتعلم، يعرف كيفاش يهضر وكيفاش يعبر وكيفاش يتعامل مع الناس. السيد ما عرفش الاداب وما فيش الايمان وما فيش الاحساس ديال الانسانيه ولا اخلاقيه. خلوه فيه الاسرائيليين ضوضوا في راسو. واحد الحاجه اللي كانت خاصه يديرها ما دارهاش. كان عليه من يلا دخل المغرب يعاود يدخل للجوامع، يعاود يدخل للمدارس، ويمشي عند الطبيب النفساني وينسجم مع المغاربه باش يعيش مرتاح هو ووليداته. ولكن هو بغى يدير فيها بطال، وجايب داك المنكر وداك علموه المغاربه او لا ادبوه المغاربه. انت بشويه ولا في واحد شويه ديال الاداب، ولا الاول اللي كان كيهضر بواحد الطريقه اللي ما عارفش. هذيك الشنطه اللي مزوج بها حتى هي كتنغز فيه، يعني هي اللي كتشجع فيه. واللي بغيت نقول لها يا شنطه كوني مرأة مغربية حرة،
اللي فيهم النفس وفيهم غير على بلاد. هذا ميساج ليك انت خاصة، عندك تمشي غلط. هذاك فلسطيني غدا او لا بعدو هذاك غادي يهز حوايج وغادي يجي فحالو، انت غادي تبقاي هنا حيت كاين الحرب، كاين الاحتلال، كاين الجنود اليهود. حيت ما غاديش تخلي انت بلاد اللي انت مرتاحة فيه ومهنية فيه وغادي تمشي للعافية، راه ما يمكنش. عندك تصحابي واش غادي تربطي بداك الجسر اللي انت والده معاه؟ راه كيما خلى فلسطينيه بنت بلادو الوالد معاها دراري كبار مدة 14 عام، كيفاش انت ما يخليكش؟ ما انت من غزة ولا انت بنت غزة ولا بنت رفح ولا بنت القدس، انت مغربية. كيما خلى هذيك انت ساهل وماهل باش يخليك، غادي يكون على اليقين ويرجع الاخرى ويجدد معاه الحياة. يجي للمغرب باش يدير مستقبله ويجمع شطيطو ويجمع رزقه ويرجع لغزة. انت ديك الساعة كون الساعة 11 يعتقوك المغاربة. هذه نخليها ليك باش تعرفيها وتكوني في بالك. اخواني الكرام، حبايبي الاصدقاء الاوفياء، جبت لكم هذا الفيديو، عاود رجعوا لي في التعليق ورجعوا لي في الكومنت باش نفهم ونعرف بلي راه وصلكم ميساج، ونفهم هاد الفلسطيني اشنو كيقصد بهذا الكلام او بهذه الهضره وبهذه الفيديوهات اللي تيخرج. قال اصحاب القنوات اللي في السوشيال ميديا، اولا فاش قال لك ما كاين حتى شي مغربي، اولا فاش قال كل المغاربه بهذه الطريقه وبهذا الاسلوب، كل المغاربه يعني يجمع كل شيء 36 مغربي 36. ما فرق ما بين اصحاب القنوات ولا اللي ما عندهم علاقه لا باليوتيوب ولا بتيك توك ولا بالفيسبوك. وهذا هو المسج اللي بغيت نوصلكم الاخوان الكرام، حبايبي الاصدقاء الاوفياء. التحيه والف تحيه وكنشكركم. كنتمنى هذا الفيديو يكون يلقاكم في احسن الاحوال واحسن الظروف، وكنشكركم. ما تنساوناش دعمونا باللايك وسبسكرايب وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. اذا كنت لاول مره اشترك بالقناه باش يوصلك ديما كل جديد. عنده شي ملاحظه يصيفط ليا في التعليق. وكنشكركم التحيه والف تحيه وشكرا المتابعين الكرام، والتحيه لكم الف تحيه. السلام عليكم.